يو السلام عليكم يا اخوان، معكم مستر وجيه، واليوم عندنا مباراة في دوري روشن بين النادي الاهلي النخبوي الملكي السعودي بطل النخبة الاسيوية النخبوي سفير الوطن ضد نادي الفتح في الاحساء وعلى ارض الفتح وبين جمهور الفتح. ونسمع نشيد الاهلي الملكي النخبوي السعودي يا اخوان: منبع المجد والمجد أهلي. يا عين يا جمهور الأهلي، والله جمهور الأهلي اشتقنا لدوري روشن يا إخوان وأجواء دوري روشن. وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا. نشيد الأهلي، والله نشيد الأهلي يا إخوان، واشتقنا للأهلي الملكي يا إخوان في دوري روشن، واشتقنا لأجواء دوري روشن. والكم باك يا الأهلي النخبوي، والله والكم باك بعد انقطاع يا إخوان. دوري روشن يرجع حاليا، وأتوقع حاليا نحن في الجولة العاشرة بعد انقطاع 3 أسابيع. فترة توقف دامت 3 أسابيع بسبب بطولة كأس العرب، وحاليا نرجع لأجواء دوري روشن وأجواء دورينا يا إخوان، وأجواء الفخامة وأجواء المتعة والشراسة يا إخوان، عن طريق حاليا النادي الأهلي. بوجود النادي الأهلي يا إخوان الملكي، أسمع وتسمع جمهور الأهلي ورابطة الأهلي وهازيج الأهلي يا إخوان. يلا يا ولد الليلة شجع، فرح البلد الليلة، شجع الأهلي الليلة. والله هزيج الأهلي يا إخوان طرب، والله طرب ومتعة وفن، والله تحية كبيرة بالله. شوفوا كيف جمهور الفتح يا إخوان، رابطة الفتح، والله تحية على الأعلام ولبسهم باللون الموحد باللون الأزرق مطقمين مع بعض. والله ما توقعت يا إخوان إنه ملعب الفتح بهذه الطريقة ما شاء الله، وفي حضور جماهيري والله ما شاء الله من الأهلي ومن الفتح، أو من الفتح من الأهلي ما شاء الله تبارك الله. أنا توقعت، أنا ليش أنا منبهر يا إخوان بالحضور الجماهيري؟ توقعت إنه أقل من كذا يعني، لأنه المباراة على أرض الأحساء والفتح، لكن ما شاء الله والله في حضور جماهيري. والله الملعب يا إخوان شبه فل والله. للأسف الشديد يا إخوان راح ننحرم في هذه المباراة من 3 نجوم رئيسيين أساسيين مع الأهلي، اللي هو إدوارد مندي ورياض محرز والرئيس فرانكيسي. والله يا إخوان أنا لو تسألوني على المستوى الشخصي من أفضل لاعب عندي في النادي الأهلي حاليا الرئيس فرانكيسي. والله إنه متعة وممتع ودائما حاسم يا إخوان، يحسم الأهداف. شوف هو افتكر يا اخوان انه سجل هدف في النهائي النخبه الاسيويه اتوقع، وفي نصف النهائي ضد الهلال في النخبه الاسيويه. دائما فرانكيسي الرئيس تحصلوا يحاسب جميع المباريات والله. وسجل انقذ الاهلي ضد القادسيه في اخر مباراه الماضيه اللي صورتها الاهلي في كاس الملك ضد القادسيه، سجل اهداف حاسمه وانقذ الاهلي والله. وهو هو كان نجم المباراه ورجل المباراه، وسبب الاهلي، هو السبب الرئيسي في تاهل الاهلي لنصف النهائي. طيب يا اخوان، بما اننا في بدايه المباراه حاب اقول تشكيله الفريقين. تشكيله النادي الاهلي: عبد الرحمن الصامبي، علي مجرشي، روجر ايبانيز، مريح ديميرال، ماثيو دامس، فالنتين اتانغانا، انزو ميو، ماثيوس غونزالفيس، فراس البريكان، غالينيو، ايفان توني. تشكيلة نادي الفتح: فرناردو باتشيكو، سعيد باعطية، مروان سعدان، جورج فيلب، عبد العزيز السويلم، زياد الجري، نايف مسعود، مراد باتنا، عبد الله العنيزي، ويسلي ديلغادو، ماتياس فارغاس. طبعا يا اخوان المباراة الساعة 4 العصر يوم الجمعة، والله الوقت مرة بدري يا اخوان، مرة بدري، لكن يا اخوان نحن مع الاهلي قلبا وقالبا. والله معاكم في كل مكان وزمان وعبر الزمان يا اخوان، نصور مع الاهلي في اي وقت يا اخوان، لاني معجب والله بستايل لعب الاهلي، معجب بستايل لعب الاهلي واسلوب الاهلي والله في اللعب من دون اي مجامله. عرضيه من مراد باتنا، كان الهدف الاول للفتح، لكن احمد ربكم يا اهلاويه انه تسلل اوفسايد. الحمد لله انه اوفسايد. يا ساتر، حذاري يا اخوان من عرضيات مراد باتنا وتسديدات مراد باتنا، والله انه خطير يا اهلاويه، والله انه خطير. شوف الاعاده كيف شاتها بالملي مراد باتنا يا اخوان، عرضها بكره طوليه وخلاص. شوف وصلها ل3 لاعبين والله من مهاجمين الفتح، لكن احمد ربكم انه اوفسايد. والله تكتيك، والله هذا تكتيك يا اخوان من ايبانيز ومن ديميرال، تكتيك انهم شويه ينسحبوا ويكون فيها اوفسايد. الحمد لله والله. حلوه السحبه يا الهي، يا ماثيوس دامس، دامس مين؟ اي لا والله دامس مين؟ ما امدح دامس انا يا اخوان، ماثيوس غونزالفيس قصدي، لانه اسمائهم متشابهه مع بعض كلهم ماثيو وماثيوس. يا الله يا ماثيوس غونزالفيس، والله هذا خطير، والله خطير يا هلاويه ما شاء الله عليه ماثيوس غونزالفيس، والله انه مهاري ما شاء الله. شوف كيف سحب بالاول سحبه وشاتها صح، لكن يا اخي مدافع الفتح غير اتجاهها وطلعها برا. حلوه السحبه يا ماثيوس غونزالفيس، حلوه. شوف كيف والله حلوه السحبه يا لاعب فلامينغو السابق.
يلا ركنيه من انزوميو، حلوه، جول الاول، جول الاول، حلوه منك الاسيست يا روجر ايبانيز، يا عيني يا روجر ايبانيز، ويا عيني عليك يا فالنتين اتنغانا، والله فالنتين اتنغانا وحش وحش يا اخوان، سجل الهدف الاول. ايش هذه المتعه يا اهلي، ايش هذا السحر الكروي يا اهلي، عرضيه من انزوميو، ركنيه من انزوميو الى راسيه روجر ايبانيز، وفنشها باحلى فينش من فالنتين اتنغانا. محور منتخب فرنسا يا اخوان، هذا نجم منتخب فرنسا. اللي ما يعرف فالنتين اتنغانا، ترى هذا لاعب منتخب فرنسا يا اخوان، للاولمبي، لفئه الاولمبي، وقريبا حيتصعد لفئه الفريق الاول. الاهلي ما يلعب معاه الا نجوم يا اخوان، نجوم عالميين. شوف كيف، شوف الاعاده، شوف الاعاده، والله هدف ممتع، ركنيه، شوف من راسيه روجر ايبانيز، صدر روجر ايبانيز، مشوها يا اخوان، اهم شيء اساس من ايبانيز. شوفوا الفينش من فالنتين اتنغانا يا اخوان، لاعب منتخب فرنسا وكابتن على فكره، ترى كابتن منتخب فرنسا، مو مجرد لاعب عادي، هو الكابيتانو في منتخب فرنسا للاولمبي يا اخوان. يا عيني عليك يا فالنتين اتنغانا، والاول للاهلي، الاول للنادي الاهلي النخبوي الملكي السعودي يا اخوان، لسفير الوطن النخبوي، حاليا متقدم 1-0 على الفتح، مع العلم انه الفتح يا اخوان فريق مو سهل، فريق والله ترى مره صعب، وترى ضيع هجمه خطيره بس كانت اوفسايد يعني. حلوه الراسيه من ايفان توني يا اخوان، والله حلوه، عرضيه ولا اروع من علي مجرشي، اكيد من علي مجرشي يا اخوان، صح؟ ما شاء الله تبارك الله، العرضيه والله راسيه خرافيه كانت يا اخوان من ايفان توني، يا ليتها كانت هدف، كنا فرحنا بهدف عالمي وهدف فخم والله من الشوط الثاني. حلوه يا الاهلي، والله الاهلي ممتع يا اخوان، الاهلي ممتع من الشوط الاول ضد الفتح، وعلى ارض الفتح وبين جمهور الفتح كمان يا اخوان، قوه يا الاهلي ما شاء الله تبارك الله. تسديده من ماثيوس جونزالفيس، يا الله حلوه منك يا ماثيوس جونزالفيس، حلوه التسديده يا رجل، والله ممتع ماثيوس جونزالفيس يا اخوان، ما شاء الله، لمسات، توغل، مهارات، تسديدات، يحطها على الحارس ما شاء الله من الجنب. شوف الاعاده كيف، شوف الاعاده، شاتها على جنب الحارس، لكن حارس الفتح اللي هو باتشوكا ما شاء الله تألق والله في هذه اللقطه، وحارس والله حارس مميز، حارس الفتح يا اخوان باتشوكا، لكن ما شاء الله ماثيوس جونزالفيس شاتها صح، والله شاتها. شكله فيه هدف ثاني يا اخوان للاهلي، شكله فيه هدف ثاني. اوه يا الراسيه حلوه منك يا ايفان توني، يا عين عليك يا ايفان توني، والله الاهلي شغال ضرب راسيات ما شاء الله عن طريق ايفان توني، عن طريق روجر ايبانيز، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الاعاده كيف يا اخوان، يوه عرضيه ما شاء الله، وروجر وايفان توني ضربها بالراس. والله الاهلي يا اخوان مولع ما شاء الله من الشوط الاول، الاهلي واضح انه مشتاق انه يرجع لدوري روشن يا اخوان ما شاء الله. اجمل مشهد بقي للفتح من المواسم الماضيه في محاوله فارغاس، تسديد، واو يا الهدف، واو يا الهدف، ايش هذا الهدف يا اخوان من فارغاس، يا ساتر يا فارغاس، والله هدف مرعب، هدف قوي يا اخوان، والله هدف قوي، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شاتها من قلب صاروخ ارض جو، والله صاروخ ارض جو، شاتها تسديده، والله تسديده قويه يا اخوان في الزاويه الصعبه على حارس الاهلي عبد الرحمن الصامبي، والله صعب عليك يا الصامبي، والله مره قويه ترى. واو يا الهدف، واو 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 يا الهدف، ما شاء الله تبارك الله، والله فرحانين جمهور الفتح كبار واطفال، الكل حاضر لعيون الفتح، يا عيني عليكم والله. بالصراحه لا والله هدف قوي، شوف فرحانين الكل، فرحان يا رجل من جمهور الفتح، هدف والله هدف صادم. شوف كيف الاعاده، شوف كيف من الاسيست يا اخوان، اوه شوف الاعاده كيف التسديده، الاسيست حتى يا اخوان، شوف كيف من اوت، شوف كيف تسديده بالقدم اليسرى يا اخوان، يا ساتر يا ساتر، شوف كيف الاعاده، والله تسديده، والله شاتها صعبه على عبد الرحمن الصامبي، تسديده والله، شوف يا اخوان كيف في الزاويه 90 يا رجل، والله صعب عليك عبد الرحمن الصامبي، والله هدف قوي، والله هدف قوي يا بيدرو ايمانويل مدرب الفتح، ما شاء الله تبارك الله يا فارغاس، ايش هذه التسديده القويه يا فارغاس، والله هدف مره قوي. التعادل يا اخوان، التعادل 1-1 من الفتح سجل التعادل على الاهلي، والله هدف قوي، هدف مره قوي يا اخوان، والله الهدف يستحق الاحترام، والله يستحق الاحترام، وصراحه ما يلاموا والله دفاع الاهلي ومحاور الاهلي ما يلاموا والله، لانه شاتها تسديده كذا قويه، وفجاه تسديده مفاجئه، ما حد توقع انه يشوتها زي كذا، فجاه شاتها على المرمى قويه صاروخ، والله صعبه على حراس المرمى التسديدات اللي زي كذا يا اخوان. لا تقولوا اني انا مطبل يا اخوان او طبلت الهدف، والله الهدف مره قوي والله ويستاهل. حتى المعلق جعفر الصليح حاليا اللي جالس يعلق قاعد يقول هدف خرافي، مو راضي يسكت، ما هو راضي. المقصد
يلا روجر ايبانيز. ايبانيز كان الثاني للاهلي يا اخوان. واو شوفوا الحسرة على وجه روجر ايبانيز يا اخوان. زعلان يا اخوان مدرب الاهلي، زعلان ماتياس يايسلا يا اخوان، يقول لهم موعدكم في غرفة الملابس تعالوا بين الشوطين. شكله في تهزيء جاي والله على لاعبين الاهلي. والله شوف حتى المعلق قاعد يمدح الهدف يا اخوان، والله هدف مرة قوي معليش والله هدف تضرب له سلام. طيب يا اخوان، اعلن حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين نادي الفتح ونادي الاهلي الملكي النخبوي السعودي كمان. يلا مرة واحدة، كلهم اندية سعودية يا اخوان، كلهم عينين في راس. والله الهدف الاول حق الاهلي كان هدف ممتع يا اخوان من فالنتين اتنغانا باسيست ولا اروع، كان من راسية او من صدر روجر ايبانيز. ولكن الصدمة الكبرى والهدف القوي يا اخوان هدف الفتح، هدف فارغاس يا اخوان. هدف الفتح قبل شوي سجلها قبل نهاية الشوط الاول، سجلها شاطة تسديدة والله قوية يا رجل على عبد الرحمن الصامبي، صعبة يا رجل في الزاوية 90 مرة، علقها فوق يا رجل فارغاس في الزاوية 90 ما شاء الله. وهدف قوي صاروخ ارض جو، صاروخ يا رجل، ما بقول مسموح، ما ادري مسموح كلمة نووي ولا في اليوتيوب ولا لا، ولكن صاروخ قوي يا اخوان يا شيخ، تسديدة قوية ما شاء الله تبارك الله، هدف ممتع والله من اهداف الجولة. ولكن كل التوفيق لكم يا الاهلاوية، كل التوفيق للنادي الاهلي النخبوي الملكي في الشوط الثاني. انا معاكم قلبا وقالبا يا اخوان، هذا هو شعار الاهلي موجود، انا معاكم والله معاكم في هذه المباراة يا اخوان يا اهلاوية. اتمنى يا اخوان انكم تدعموا هذا المقطع باللايكات وتدعموا القناه بالاشتراكات وتفعلوا جرس التنبيهات وتنشروا المقطع في كل مكان، ولا تنسوا تضيفوني في جميع حساباتي في السوشيال ميديا، تحصلوا جميع روابط حساباتي كلها موجوده في خانه الوصف. وقريبا راح ابدا ابث يا اخوان في جاكو، حتشوفوا ردات فعلي في بث مباشر في جاكو يا اخوان، وحنزل البث في اليوتيوب هنا، ونشوفكم باذن الله في الشوط الثاني. طيب يا اخوان، ورجعنا لكم في الشوط الثاني بين الاهلي والفات. واو الهدف الثاني للفتح في اول دقيقة، في اول دقيقة يا الاهلي، في اول دقيقة. مستحيل لسه ما اعلنا، ما قلنا انه لسه بدينا في الشوط الثاني، حاب اعلن ابغى اعلن، فجأة الفتح يسجل الهدف الثاني من اول دقيقة يا اهلي، من اول دقيقة. يا ساتر ايش هذه، والله فضيحة وربي، والله قوية يا اخوان، والله فضيحة. لسه دوب تصدر يا اخوان، تصدرت المباراة، الشوط الثاني بدأ، لسه على طول اول ركنين للفتح في اول دقيقة يا اخوان. الفتح يسجل الهدف الاول. واو مين اللي سجلها؟ فارغاس صاحب الهدف الاول هو اللي سجلها مرة ثانية يا اخوان. واو يا فارغاس، ايش هذا، والله فارغاس جنن الاهلاوية، والله جننكم يا اخوان فارغاس هذا، والله انه خطير. واو كيف متروك كذا لوحده، كيف كذا فارغاس فاضي، مين معاه؟ المفروض واحد يكون معاه من لاعبين الاهلي يا اخوان، من الوسط ومن الدفاع. يا ماتياس جونزالفيس شايفك لوحدك يا اخي امسك فارغاس يا اخي، تاركه لوحده، واضح انه فارغاس يا اخي ترك ماتياس جونزالفيس وانطلق وسجلها لوحده، ما في احد معاه يا اخوان. والاول الثاني للفتح يا اخوان، الهدف الثاني للفتح من اول دقيقة عليكم يا اهلي. يا ساتر ايش هذا يا ابوي، والله نايمين في العسل، نايمين والله، نايمين دفاع الاهلي يا اخوان. والله سلامات يا الاهلي، والله سلامات، يدخل عليكم هدف كذا فجأة من بداية الشوط الثاني، لسه ما قلنا بسم الله. يا ساتر يا اخوان ايش هذا، من ثاني دقيقة او من اول دقيقة على طول من الشوط الاول من الشوط الثاني. وين قلنا ماتياس يايسلا مدرب الاهلي قاعد يتوعد لاعبين الاهلي، يقول لهم تعالوا بين الشوطين راح اوريكم شغلكم، وبيهزئهم تهزيء في الاخير، والله طلع ولا تهزيء ولا حاجة. الفتح سجل الهدف الاول على طول كذا من اول دقيقة من الشوط الاول. وين نحن يا ابوي، سلامات والله سلامات. والله ماتياس يايسلا، وين الهيبة يا ماتياس يايسلا، وين راحت الهيبة؟ لسه يا اخوان، لسه الشوط الاول الاهلي قادر انه يرجع بالنتيجة ويسجل التعادل ويعمل ريمونتادا، ما في شيء مستحيل ومستبعد على النادي الاهلي النخبوي الملكي يا اخوان. شوفوا الاعادة كيف يا اخوان، شوفوا الاعادة يا شيخ، ركنية وبرضه يعني فارغاس اللي مسجلها يا رجل، ايش هذا، متروك فارغاس متروك لوحده كمان يا اخوان، يعني بالله ايش تقولوا، والله فهاوة والله من دفاع الاهلي يا اخوان. واو الثالث للفتح يا اخوان، الثالث للفتح، يا الهي يا مراد باطنة، دقيقة ما يسجلها يا اخوان، ما قدرت الحق يا اخوان، جاتني مكالمة مهمة وفجأة اشوف الفتح يسجل الهدف الثالث. واو يا الفتح، واو يا الاهلي، ايش هذا يا الاهلي، يا ساتر بالله يجيب الاعادة،
جيب الإعادة. فجأة أشوف الهدف دخل، وفجأة أشوف صراخ الجمهور وصراخ المعلق جعفر الصليح وصراخ الكل. واو عرضية من مراد باتنا، عرضية من مراد باتنا. يوه يا الهدف، يا الله كلها من عرضيات. الهدفين الثاني والثالث كلها من عرضيات. يا إلهي من مين؟ واو سفيان بن دبكة يا اخوان اللي سجلها. سفيان بن دبكة، بن دبكة كان دكة يا اخوان احتياط، دخل بديل وسجل على الثالث. يا إلهي يا الأهلي، ايش هذا يا الأهلي، يا ساتر يا الأهلي. عرضية من مراد باتنا وسفيان بن دبكة سجلها براسية. والله وينكم دفاع الأهلي، هدفين يتسجل عليكم كذا من بداية الشوط الثاني على طول، وهدفين بعرضية يا اخوان، يعني هدفين عرضية كلها على الأهلي. معقولة وينكم يا روجر ايبانيز وديميرال؟ انا ادري انه لوحدهم ما يقدروا يسووا شيء، لازم مساندة معاهم، لكن معقولة كذا هدفين من عرضية كلها، الثاني والثالث، الهدف الثاني والهدف الثالث كلها من عرضية على الأهلي يا رجل. واو والله ثلاثة يا الأهلي، والله ثلاثة. دحين فتحوية هيها، فتحوية بيقولون لكم صار الليل يا ابو ثلاثة. يا ساتر يا ساتر، والله فجأة الفتح كذا توحش، والأهلي كذا خذلان ونايمين في العسل من بداية الشوط الثاني. ايش في يا اخوان؟ الهدف الثالث حق الفتح فيها تشيك، فيها مراجعة للفار يا اخوان، احتمال فيها اوفسايد، فيها تسلل على سفيان بن دبكة. واو يا اخوان الحكم بعد ما رجع للفار اعلنها اوفسايد للاسف يا اخوان. الهدف ملغي، الهدف الثالث للفتح طلع ملغي يا اخوان. والله الحظ معاكم يا هلاويه، والله صراحه اوفسايد صحيح، تسلل صحيح. بعد ما رجعنا للفار وشفنا الفار طلع اوفسايد صحيح، لانه قدم سفيان بن دبكة كانت متقدمه عن مدافعين الاهلي كلهم. الحظ معاكم يا هلاويه. يلا يا اهلي، هو يلا يا اهلي فرح البلد، يلا يا ولد شجع يا اخي، فرح البلد وسجل التعادل، جيب الريمونتادا يا رجل. الحظ في صفكم يا الاهلي، شويه تحركوا. ايش هذا؟ هيا اسمع، حتى رابطة الاهلي يقولون يلا يا ولد الليله فرح البلد الليله، شجع الاهلي، يلا يعني تحرك يا ولد، تحرك جيب التعادل واقلبوه ريمونتادا. والله عندكم وقت كبير يا الاهلي، والهدف ملغي، وعندكم كل المقومات تساعدكم انكم تسجلوا تجيبوا الريمونتادا على الفتح. واو تسديده من ماتيوس جونزالفيس، يا الهي يا ماتيوس جونزالفيس، تسديده خرافيه يا اخوان، يا الله. صدها باتشيكو حارس الفتح واصطدمت يا اخوان في القائم، كانت حتكون في الزاويه 90. يا وحش ماتيوس جونزالفيس، والله انه اسطوري يا اخوان يا هلاويه، لا تفرطوا فيه. هذا اللاعب، هذا لاعب مواليد، لا تفرطوا فيه، والله انه اسطوري مهاري. من يوم ما جاء مع الاهلي هو مبدع في النخبه الاسيويه ومبدع في دوري روشن يا اخوان، ما شاء الله عليه ماتيوس جونزالفيس. شوف كيف التسديده، هذا لاعب فلامينغو السابق اللي ما يعرف يا اخوان، لاعب فلامينغو البرازيلي السابق، ما شاء الله عليه، والله تسديده خرافيه يا ماتيوس. واو مرتده للفتح، مراد باتنا مرتد الفتح، يا وحش يا معلم، يا انزوميو، يا عيني يا انزوميو على الافتكاك. انزوميو تحسب لك انك وقفت المرتده الخطيره من مراد باتنا، كانت والله كان فيها هدف ثالث للفتح يا اخوان. والله المباراه مولعه في الشوط الثاني. يا ماتيوس جونزالفيس، حلوه الطقطقه والكعب والدقدقه بالكوره، والله لاعب مهاري ما شاء الله. والله ماتيوس جونزالفيس هو انسب بديل وافضل بديل لرياض محرز يا اخوان، ما شاء الله، كنتروله عالي بالكوره، عنده سكيلز، عنده مهارات عاليه بالكوره يا اخوان ما شاء الله، وتسديدات والله خرافي ماتيوس جونزالفيس. شوفوا الاعاده يا اخوان، شوفوا الاعاده، شوفوا تسديده ماتيوس جونزالفيس، شوفوا الاعاده، شوف كيف تسديده شاتها صح، بس باتشوكا يا شيخ خربتها يا باتشوكا يا حارس الفتح يا اخي، صدها واصطدمت، شوف كيف صدمت في القائم او في العارضه، شوف كيف في العارضه. شوف الاعاده كيف شاتها تسديده حلو، كانت في زاويه 90 لكن باتشوكا تصدى لها وضربت في العارضه يا اخوان. شوفوا الجرينتا من باتشوكا يا اخوان، والله فتح قاعد يلعب بجرينتا وروح قتاليه والله في هذه المباراه صراحه، والله انه يلعب بروح والله. يعني حاليا الاهلي جالس يواجه خصم شرس والله، وخصم قوي الفتح، معروف الفتح يا اخوان خصم مره شرس وقوي، ما هو ضعيف ابدا. يا عيني يا روجر ايبانيز، يا وحش روجر ايبانيز على الامبراشه، حلوه الافتكاك منك يا روجر ايبانيز يا اخوان، خرب انفراده خطيره كانت حتكون من بن دبكة، والله روجر ايبانيز خرب انفراده وهجمه كانت حتكون الهدف الثالث يا اخوان للفتح، لكن عندكم روجر ايبانيز يا اخوان، روجر يا اخوان، روجر جول دي روجر يا اخوان، والله روجر ايبانيز، روجر النخبه يا اخوان،
منع والله بندبكه بمبراشه ولا اروع واستخلاص ولا اروع. جرينتا عندكم هنا روح الملكي يا اخوان، روح الاهلي موجوده يا اخوان مع ايبانيز معروف. كيف ما يلعب يا اخوان ايبانيز؟ ليش ما يلعب مع منتخب البرازيل؟ كيف ما يلعب كمدافع؟ يلا هجمه للاهلي يا اخوان، يلا للاهلي. حلو منك ماتيس جونزالفيس، شوت. واو ماتيس جونزالفيس ضيعه يا اخوان. لا يا شيخ حرام عليك يا عبد الرحمن يا اخي. طبعا يا اخوان ماتيس ياسلا دخل عبد الرحمن ودخل صالح ابو الشامات يا اخوان، دخل لاعبين عشان يساهم هجوميا ويضغط على الفتح. يبغى التعادل حاليا اقل شيء. ماتيس ياسلا شوف الاعاده كيف، وين والله. طبعا يا اخوان فارغاس صاحب الهدفين خرج حاليا، لكن واسمعوا تحيه والله جمهور الفتح جالسين يحيون فارغاس يا اخوان، احيوه تحيه كبيره على الهدفين الخرافيه اللي سجلهم، بالذات الهدف الاول اللي كانت تسديده صاروخيه على عبد الرحمن الصامبي. الهدف الاول والهدف الثاني سجلها من بدايه الشوط الثاني، من اول دقيقه من الشوط الثاني سجلها على طول على ركنيه. فحاليا جمهور الفتح جالسين يحيون فارغاس على المستوى الكبير اللي قدمه في هذه المباراه، يستاهل والله، يستحق صراحه. اوه يا اخوان بعد خروج علي مجرشي حاليا ايبانيز هو الكابتن هو القائد بدل علي مجرشي. اوكي يا اخوان يعني ايش بدأت افهم ترتيب الكباتن في الاهلي. هجمه للاهلي، يا الله يا روجر ايبانيز، كان اسيست فخم والله من ماتيس جونزالفيس، لكن روجر ايبانيز يا اخوان، حتى ايبانيز صار مهاجم يا اخوان، ايبانيز صار مهاجم عشان يحاول يسجل هدف التعادل للاهلي. يا الله شوف الاعاده كيف، شوف الاعاده 1-2 بين ايبانيز وماتيوس جونزالفيس، لكن للاسف انه ضاعت من ايبانيز، شاتها برا خارج المرمى يا اخوان في اخر الدقائق خلاص في الوقت البدل الضايع. عرضيه من مراد باتنا، اوه تسديده والله على المرمى، فوق المرمى يا اخوان، فوق العارضه. كان الثالث لنادي الفتح في اخر دقيقه من الوقت البدل الضايع خلاص. يا الهي والله الفتح، والله الفتح توحش في هذه المباراه، والله قدم مباراه كبيره والله الفتح. والاهلي ضاغط، الاهلي ترى ضاغط على الفتح طوال فتره الشوط الثاني، لكن الاهلي ما توفق. واو يا اخوان رسميا اعلن حكم المباراه صافره نهايه الشوط الثاني بفوز الفتح، بفوز نادي الفتح يا اخوان على ارضه بين جماهيره في الاحساء يا اخوان، في الحساء 2-1 على الاهلي السعودي يا اخوان. ايش اكيد الاهلي السعودي، يعني اهلي مين يا اخوان؟ الاهلي الموزمبيقي. منك يا مستر وجيه، والله هذا كله يا اخوان جالس اكلج كله هذا من والله من زعلي على الاهلي، والله زعلان من الخساره والله الاهلي كان يقدر يجيب التعادل ويقدر يقلب النتيجه بريمونتادا ويفوز يا اخوان، والله الاهلي ضاغط طول فتره الشوط الثاني، ولكن الفتح والله جنن الاهلي صراحه. الفتح قدم مباراه كبيره وسجل والله شوف هدفين، وسجل هدف ثالث لكن ملغي، كان اوفسايد يعني من بالدبكه، والفتح كان ضاغط ضيع كمان كم هجمه خطيره، فكل الفريقين والله ضيعوا هجمات خطيره في هذه المباراه، لكن التوفيق والحظ حالف الفتح يا اخوان. والفتح والله اللي فاده كمان اللي فرق معاه انه سجل الهدف الثاني، هدف الفوز في اول دقيقه من الشوط الثاني، في الاول دقيقه على طول من الشوط الثاني، والله هدف ايش فيه يعني زي ما تقول يعني صعب الوضع على الاهلي والله، لانه سجل اول دقيقه، يعني سجل هدف في اول دقيقه من الشوط الثاني، فصعبت على الاهلي شويه، اكيد يعني تفرق في النفسيه مع اللاعبين يا اخوان. سيناريو كان يعني مفاجئ وصادم وقتها. حتى الهدف الاول للفتح يا اخوان هدف كان صادم، وتسديده صاروخيه من فارغاس، تسديده والله قويه صاروخيه، صاروخ ارض جو صاروخ يا رجل، ما في اي حارس يقدر يتصدى لها والله، في الزاويه 90 كانت في الزاويه الصعبه، تسديده قويه ما شاء الله وسريعه، الكره كانت سريعه، فاهداف الفتح كانت مفاجئه وقويه والله، وما يلاموا صراحه عليها والله. عبد الرحمن الصامبي في الهدف الاول ما يلاموا عليها، لكن الهدف الثاني صراحه فارغاس كان فاضي والله، متروك لوحده، ما ادري المفروض مين يكون، يعني المفروض ظهير ايمن يكون مكانه اللي هو مكان علي مجرشي مثلا، او الجناح الايمن يكون مكانه مثلا يعني اللي هو ماتيوس جونزالفيس مثلا، او اي احد يعني مثلا يكون ماسك فارغاس، لكن فارغاس كان وحيد ما اخذ راحته، سجلها من الدقيقه الاولى في الشوط الثاني وخلاص، وضمنوا الفوز الفتح يعني من هذاك الوقت. للاسف هارد لك والله للاهلاويين، هارد لكم والله للملكيين، هارد لك للجار، والله اني زعلان والله على الهزيمه. الاهلي والله يستحق الفوز، يستحق انه يفوز يعني في هذه المباراه، ولكن قدر الله وما شاء فعل الاهلي. والله الفتح والله صراحه فريق ممتع كان برضو في هذه المباراه. الى هنا يا اخوان وصلنا الى نهايه المقطع، اتمنى يا اخوان انكم تدعموا هذا المقطع باللايكات، وتدعموا القناه بالاشتراكات، وتفعلوا جرس التنبيهات، وتنشروا المقطع في كل مكان، ولا تنسوا تضيفوني في جميع حساباتي في السوشيال ميديا، تحصلوا جميع روابط حساباتي كلها موجوده في خانه الوصف في الديسكربشن تحت، وقريب راح ابث في جاكو، حياكم في حسابي في جاكو عشان حنبدا نبث في جاكو في جميع المباريات لايف مباشره يا اخوان، حبث لايف في جاكو باذن الله، وحياكم نتناقش مع بعض ونتكلم مع بعض في اثناء تصويري للمباراه يا اخوان.
واكيد يا اخوان البث بثوثي في المباريات حتنزل كلها في قناتي في اليوتيوب الحاليه، قناه مستر وجيه. وكان معاكم اخوكم مستر وجيه، ونشوفكم باذن الله في المقاطع الجايه والمباريات الجايه على خير، وسلام.